السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هوريكم طريقة لتخزين البسلة حلوة جدا جدا. وعايزة أقول لكم إن أنا جربت طرق كتير جدا لتخزين البسلة، لقيت إن الطريقة دي سهلة جدا جدا وبتطلع البسلة كأنك لسه جايبها دلوقتي. بس اتبعوا معايا الخطوات كده إن شاء الله، وهتشوفوا إزاي إن البسلة والله العظيم بجد الطريقة دي تحفة جدا وطريقة سهلة متاخدش منك مجهود خالص. هاتي كده البسلة، هاتي اي كمية انت عايزاها، ولو حابة تجربي في كمية بسيطة كده وتشوفي الدنيا فيها ايه براحتك. بس انا بقولك ان الكمية اللي انت هتجيبيها ايا كانت الكمية وتخزنيها بالطريقة دي، الطريقة دي حلوة جدا جدا. هتجيبي البسلة كده وتبتدي ان انت تفصفصي البسلة، فصفصي فصفصي ولمي عيالك كمان يفصفصوا معاكي. فصصي البسلة كده زي ما انت شايفة، اقعدي كده تسلي بالليل وانت بتشربي المشروب بتاعك كده، واقعدي بقى فصصي البسلة كده بمزاج. عايزة اقولك الاكلة ديت بقى بيحبها الكبار والصغيرين وبنعشقها. يلا كده ما تكسليش وهاتي البسلة عشان تخزنيها، عشان رمضان قرب، كل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده بفصص البسلة كده براحتي. عايزه تخزني البسله لوحدها وتخزني الجزر لوحده تمام، بس انا بحب ان انا احطهم الاتنين مع بعض عشان ما اتعبش، وساعه لما اجي اطبخ اروح فكك الكيس زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي واعمله، وبيبقى سهل جدا عليا. بعد ما خلصت تفصيص كل كميه البسله اللي عندي، رحت ماسكاها كده بقى وهبتدي ان انا اقطع عليها الجزر. قطعي بقى كميه الجزر كده اللي معاكي زي ما انت شايفة كده. وكمان هوريك ازاي تقفلي الاكياس بطريقة سهلة جدا، وازاي تفضيها كمان من الهوا، وان هي تحتفظ باللون الاخضر بتاعها الجميل ده. كده بعد ما خلاص مسكتها غسلتها وسبتها حوالي نص ساعة كده ان هي تتصفى، وتبتدي تقلبيها في المصفى عشان تصفي اي مية فيها. جبتها بقى كده زي ما انتوا شايفين وحطيتها في الكيس ومفرطاها زي ما انتوا شايفين. بتجيبي بقى حتة ألمونيا كده وتيجي بالمكوى وتدوسي على الألمونيا وهي على الكيس كده، الكيس بتاعك قفل. بس اوعي تلسعي من المكوى وتقولي زي هي السبب. خلي بالك معايا كده زي ما انت شايفة. حشي كده الألمونيا وافتحي كده الكيس، هتلاقي الكيس ان هو خلاص اتقفل معاكي. دي طريقة سهلة جدا عشان ما تاخدش معاكي مساحة في الفريزر خالص. كده بقى تحطي الاكياس زي ما انت عايزة على قد الطبخة بتاعتك كده، وظبطي الاكياس بتاعتك. وكمان هقولك ازاي تحتفظ باللون الاخضر بتاعها وانت بتطبخيها. اهي كده بوريكم مرة تاني ازاي بنقفل الكيس، طبعا على الألمونيا، بس الألمونيا فوق الكيس عشان خاطر الكيس ما يتلسعش مننا ويتقطع. بس كده ببتدي بقى ان انا فضيت الهوا زي ما انتوا شايفين كده، وان هو اتقفل كده. بوريكم ازاي ان البسلة مش بتقع منه خالص، وان هو مقفول كويس جدا. بس يا حبايبي كده زي ما انتوا شايفين فرطيه كده في الكيس وحطيهم فوق بعض، مش هياخدوا منك مساحة خالص. كده ما شاء الله الكمية اللي انا عملتها. الكيس دوت بقى بوريكم ان دوت بقاله عندي شوية في الفريزر، لسه محتفظ ازاي باللون بتاعه. وازاي بقى ان انت بتطبخيه، هقولك انت بتجيبي الطبيخ بتاعك طبعا بعد ما يغلي الطبيخ اللي انت هترمي فيه البسله ديت، اول ما يغلي تروحي مطلعه على طول البسله من الفريزر على الحله على طول وهي بتغلي. وبالطريقه ديت هيفضل ان لون تحتفظ باللون بتاعها الاخضر، وهتاكلي احلى بسله كانك لسه جايباها وعاملاها دلوقتي. بألف هنا وشفا. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش كده باشتراك في القناه ولايك جميل وتعليق جميل منكم. وجربوا الطريقه، واللي يجربها يا ريت يسيب لي كومنت كده ويقول لي ايه النتيجه معاه. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.